اللي قدامكم ده هايبر 1 امام العاصمة الادارية الجديدة. اما ده داون تاون مول على مساحة 15 فدان هيتم تشغيله في 25. دي مدرسة ان شاء الله تعالى هيتم تشغيلها السنة الجاية. اما اللي قدام حضراتكم ده كده مول مصر تم تشغيله من اكتر من سنة. اللي قدام حضراتكم ده كده مول العين على طريق السويس مباشرة في منطقة الخدمات. ده ايكون مول على مساحة 5000 متر وجنبه المسجد ومنطقة خدمات. دي المدينة الطبية، أكبر مدينة طبية في الشرق الأوسط على مساحة 127 فدان. ده أوج مول على مساحة 8000 متر أمام كومباوند الشرطة. واللي احنا موجودين عليه ده كده طريق السويس. أما ده طريق الروبيكي الرابط بين طريق إسماعيلية الصحراء وطريق السويس ومدخل العاصمة الإدارية الجديدة. أهلا بكم في الحي المتميز في مدينة بدر، أقرب الأحياء للعاصمة الإدارية الجديدة. الحي موجود على طريق السويس مباشرة جنوب مدينة بدر أمام العاصمة الإدارية الجديدة. بيننا وبين الحي الحكومي ومنطقة البنوك في العاصمة الإدارية الجديدة من هنا 7 دقايق بالتحديد. الحي يعتبر من أفضل الأماكن في شرق القاهرة ويعتبر أرخص الأماكن في شرق القاهرة. هنتكلم النهاردة عن الأسعار وناخد جولة جوه الحي. الناس ما تنساش في بداية الفيديو تعمل لايك للفيديو وتشترك في قناتنا قناة المهندسين الوطنيين لو انت أول مرة تتابعنا. الحي المتميز مساحته 1500 فدان، عبارة عن 16 منطقة. في منطقة العمارات عندنا 4 مناطق في منطقة الفيلات اللي زي ما حضراتكم شايفين كده. احنا موجودين في مدخل الحي ده كده كومباوند الدار مصر، قدام منه على طول أرض مخصصة للجامعة المصرية الإيطالية. زي ما قلت لحضراتكم الحي متقسم 16 منطقة. عندنا من المنطقة الأولى لحد المنطقة 15 بالإضافة لمنطقة العين. الحي فيه أكتر من منطقة خدمات. عندنا المنطقة في مدخل الحي المنطقة الشمالية اللي هي فيها منطقة الداون تاون بالإضافة للجامعة المصرية الإيطالية، وفي أكتر من كومباوند موجود شمال الحي زي مول مصر والمدرسة الموجودة دلوقتي. وهنشوف الكلام ده واحنا بنتفرج. اللي على ايدينا اليمين دي منطقة الفيلات وعلى ايدينا الشمال ده كومباوند دار مصر من الكومباوندات اللي تم تشغيلها وفيها عدد كبير جدا من السكان حاليا. قدام حضراتكم دي مدرسة يتم تشغيلها ان شاء الله تعالى العام القادم، العام الدراسي القادم. وده مول مصر اول مول يتم تشغيله في الحي المتميز. هو مول خدمي في مطاعم ومحلات وكل الخدمات موجودة في المول اللي هنا. عندنا هنا المنطقة الخامسة، المنطقة السادسة، المنطقة السابعة. وده كده الشارع الفاصل بين منطقة الفيلات ومنطقة العمارات. كده منطقة العمارات هناخد فيها جولة سريعة كده بحيث الناس تتعرف وتشوف الأماكن. الناس اللي متابعة معانا من زمان ده كده مول مصر وجنب منه في مول أو مبنى طبي هيكون في صيدلية وهيكون فيه عيادات طبية. زي ما حضرتك شايفين من سنة كده كان المول لسه فاضي خالص. النهاردة المول بسم الله ما شاء الله شغال وفي محلات معظمها شغال وفي عدد كبير جدا من السكان موجود النهاردة بيرتاد المول. كده دي منطقة الفيلات وهنا منطقة العمارات. هناخد جولة في منطقة العمارات ونشوف الأسعار. المساحات في الحي تعتبر زي ما حضرتك شايفين كده العمارة بتطلع على 8 شقق أو 6 شقق و2 دوبلكس بالإضافة للروف. طبعا المفروض الجهاز بقى اليومين دول شغال بيشيل الراتش من الحي، وفي أعمال تمديدات الخاصة بكابلات التليفونات والنت بحيث الفترة الجاية طبعا في سكان كتير بدأت تسكن وفي ناس كتيرة بدأت تنقل. فإن شاء الله تعالى الفترة اللي جاية نشوف تغيرات كبيرة جدا في الحي. الحي طبعا من 2016 تم طرحه عن طريق هيئة المجتمعات العمرانية في مدينة، وجهاز مدينة بدر هو اللي بيتابع وبيشرف على عملية الاستلام المباني والإنشاءات موجودة هنا في الحي. على ايدينا اليمين دي المنطقة السادسة، على ايدينا الشمال دي المنطقة الخامسة. الناس اللي متابعين معانا طبعا عارفين الكلام ده كله، بس احنا هناخد جولة ونشوف التطورات وصلت لحد فين والإنشاءات وصلت لحد فين. زي ما قلت لحضراتكم هم حاليا شغالين في إزالة الراتش من الشوارع. عندنا طبعا ده شارع فاصل بين منطقتين اللي احنا كنا ماشيين فيه، بالإضافة لإزالة الراتش من الحدائق الموجودة في المناطق. كل منطقة طبعا فيها الحديقة الخاصة بيها. حاليا بيشيلوا الراتش من أكوام الراتش الموجودة داخل الحدائق تمهيدا لزراعتها إن شاء الله الفترة اللي جاية. على إيدينا اليمين دي المنطقة الستة وعلى إيدينا الشمال المنطقة 14. الشارع اللي احنا موجودين فيه ده شارع كبير عرضه تقريبا 70 متر وفيه في النص جزيرة خضراء كده عشان كده بيطلقوا عليه الحزام الأخضر. نسبة الإنشاءات في الحي النهاردة وصلت تقريبا
85%. بقى قطع الأراضي الموجودة النهاردة في الحي بقت قليلة جدا، لذلك عامل الندرة ده خلى الأسعار الأراضي هنا رفعت بطريقة جنونية. النهاردة أقل قطعة أرض النهاردة بيتكلموا في مساحة 400 متر، أقل حاجة 4 مليون و800 لحد 5 مليون، اللي هي مساحة 400 متر الغير مميزة. يعني لو اتكلمنا في منطقة داخلية، شارع داخلي عرضه 20 متر، فبنتكلم في مساحة أرض 400 متر تقريبا 4 مليون و800. ده كده الشارع الفاصل بين المنطقة الستة والمنطقة السبعة. طبعا الشوارع الفاصلة بين المناطق دي بتكون شوارع اتجاهين، فبتكون كبيرة شوية، تقريبا بيوصل عرضها ل 25 أو 30 متر. كده لو اتجهنا لاتجاه الجنوب هندخل على طريق السويس مباشرة، وقصادنا على طول العاصمة الإدارية الجديدة. بيفصل طبعا بيننا وبين العاصمة الإدارية الجديدة وطريق السويس، بس بيفصل بيننا. كده على ايدينا اليمين منطقة 15، وعلى ايدينا الشمال منطقة 14. ده الشارع الفاصل. بيكون الشوارع الفاصلة أو المناطق الفاصلة زي ما حضراتكم شايفين كده بيكون طريق اتجاهين. طبعا لسه الكلام ده مش ممهد، الشوارع لسه مش ممهدة، وحاليا زي ما قلت لحضراتكم بيشيلوا الرطش من الشوارع، والفترة اللي جاية عمال تمهيد الطرق وإزالة الرطش والزراعات اللي هتكون موجودة في الحدائق الموجودة بالحي. كده المنطقة 14، كده المنطقة 15، قصادنا منطقة 12 اللي قصادنا في وشنا على طول مباشرة كده. الارتفاعات المباني هنا أرضي وتلاتة متكرر. العمارة بتكون طالعة على شقتين زي ما حضراتكم شايفين كده، بالإضافة للروف. طبعا الروف كانت بيدينا 25%، النهاردة في قرار من وزارة الإسكان إن مساحة الروف يتم زيادتها ل5 أو 70% من مساحة المبنى. برضو لو نزلنا كده، ده طريق السويس، في منطقة خدمات كبيرة جدا على طريق السويس مباشرة. عندنا في الحي 3 مناطق خدمات: المنطقة الشمالية اللي هي فيها الداون تاون مول ومول مصر والجامعة المصرية الإيطالية وأوج مول، والمنطقة اللي هناك في المنطقة اللي في نص الحي هنشوفها دلوقتي واحنا ماشيين بين المنطقة ال 13 والعشرة وبين منطقة 11 و12. عندنا منطقة خدمات كبيرة جنوب الحي على طريق السويس مباشرة أمام المنطقة السبعة وال12 وال11 والثامنة والأولى. دي مناطق الخدمات الموجودة في الحي. زي ما حضراتكم شفتوا في بداية الفيديو، عندنا في مول مصر شغال، داون تاون مول إن شاء الله يتم تشغيله إن شاء الله في 2025. عندنا هايبر 1 تم تشغيله بالفعل. في أكبر مدينة طبية في الشرق الأوسط تكون موجودة شرق طريق الروبيكي زي ما حضراتكم شفتوا في بداية الفيديو، على مساحة 127 فدان. هيكون عبارة عن 19 مستشفى ومبنى تعليمي طبي. زي ما حضراتكم شايفين نسبة الإنشاءات في الحي بسم الله ما شاء الله بتزيد كل يوم. الأسعار بقى بنتكلم في الأسعار الشوارع الرئيسية اللي زي كده 1.400 1.500 للمساحات اللي هي 145 متر. لو مساحة 145 متر 3 غرف حمامين ومطبخ وريسبشن قطعين في الشارع الرئيسي اللي هنا، بتكون سعر الشقة 1.400 من 1.400 ل1.500,000. طبعا الأسعار دي الشقق بدون تشطيب بدون تشطيب. طيب الشوارع الفاصلة ما بين منطقتين زي الشارع الفاصل من 14 و15 أو الأولى والثانية أو الثالثة والرابعة أو الخامسة والسادسة، الأسعار هناك بتتراوح ما بين 1.250 1.350. ده بالنسبة للشقق عشان الناس تبقى مركزة معانا بدون تشطيب عشان الناس تبقى فاهمة. طيب لو هننزل ندخل جوه شوية، الشوارع الداخلية اللي هي عرضها يتراوح ما بين يتراوح 20 متر، سعر الشقق فيها من 1,000,000 لحد 1,150,000 زي ما حضراتكم شايفين بسم الله ما شاء الله. دي قطعة رقم 17 في المنطقة العاشرة. ده الشارع الفاصل بين المنطقة التاسعة والمنطقة العاشرة زي ما حضراتكم شايفين. هنا الأسعار دلوقتي كده في الشارع ده بتروح زي ما قلت لحضراتكم من 1,250,000 1,350,000. زي ما قلت لحضراتكم الشوارع الداخلية من 1,100,000 ل 1,150,000. ده احنا بنتكلم طبعا على الشغل المظبوط اللي مفيش فيه أي مشاكل. الشركات المحترمة والمقاولين المحترمين. طبعا في ناس بتتلاعب في التسليح وفي الشغل. ده كده الشارع الفاصل بين المنطقة 9 والمنطقة 8، وده كده على طول الشارع ده بيطلعنا على طريق الروبيكي مباشرة. طبعا الحي المتميز جنوبه طريق السويس، الشرق منه طريق الروبيكي، والجهة الغربية مدخل مدينة بدر، والمنطقة الشمالية الشارع الفاصل بين الحي الأول والحي المتميز. ده كده
احنا جايين من عند مول مصر لحد ما وصلنا طريق السويس في جولة سريعة كده. كل طبعا السؤال اللي بيتكرر على طول، اي المناطق افضل؟ كل المناطق متميزة، وكل المناطق مع اكتمال الخدمات هتكون زي بعضها. ده كده طريق منطقة الخدمات. هنا كده هيكون منطقة خدمات كبيرة جدا على طريق السويس مباشرة. ده كده قدامنا طريق السويس، وقصادنا على طول العاصمة الإدارية الجديدة. ده كده الشارع الموازي لطريق السويس. ده كده مول العين قدام حضراتكم في الصورة، هيتم تشغيله الفترة اللي جاية بإذن الله تعالى. ده كده مول العين، أول مول في منطقة الخدمات اللي على طريق السويس يتم الانتهاء من الإنشاءات فيه. زي ما حضراتكم شايفين كل دي هتكون منطقة خدمات، في أكتر من مول بيتم إنشاؤه حاليا في المنطقة دي. سعر المتر التجاري الدور الأرضي عامل 150,000 جنيه. ده بالنسبة للمولات اللي في مدينة بدر كلها، يعني معظمها بيبيع سعر المتر الدور الأرضي 150,000. الدور الأول 100,000، الدور التاني 80,000. ده كده طريق السويس قصاد حضراتكم اللي في الصورة ده، وقصادنا مباشرة العاصمة الإدارية الجديدة. ده أكتر من مبنى هنا تجاري في منطقة الخدمات. طبعا احنا بيننا وبين مدينتي من هنا 5 دقايق، وبيننا وبين العاصمة الإدارية 7 دقايق، بيننا وبين مدينة الشروق 5 دقايق. ده كده الكوبري الرابط بين مدينة بدر والعاصمة الإدارية الجديدة على طريق السويس، أو ده امتداد طريق الروبيكي أو طريق 51 الحربي اللي معروف من زمان خالص. ده كده الكوبري اللي احنا كنا بنصوره دلوقتي وموجودين عليه. طريق السويس تحتنا كده، الحي المتميز قدام حضراتكم. ده مول العين، ودي منطقة الخدمات على طريق السويس مباشرة جنوب الحي المتميز. دي كده المنطقة الأولى والمنطقة الثامنة والمنطقة 11. شايفين ده هايبر 1 كده، ودي المدينة الطبية. طبعا هايبر 1 تم تشغيله من شهرين، وبسم الله ما شاء الله حاجة جميلة جدا. الناس بتيجي من الشروق يتسوقوا ويشتروا منه. دي المدينة الطبية، أول مبنى في المدينة الطبية بدأوا يشطبوا في الواجهات الخارجية له المبنى ده. وفي إنشاءات كبيرة جدا في المدينة الطبية هتقلب الدنيا هنا لما تشتغل إن شاء الله تعالى. ممكن في خلال 4-5 سنين جايين المدينة الطبية تشتغل. زي ما حضراتكم شايفين ده طريق السويس اهوت. لو انت جاي من طريق الروبيكي بتنزل من هنا كده، وده طريق السويس. بيننا وبين مدينة نصر من هنا 20 دقيقة، وبيننا وبين التجمع 20 دقيقة. ده الطريق اللي داخل على العاصمة الإدارية الجديدة. من هنا كده بتدخل العاصمة الإدارية الجديدة، زي ما قلت لحضراتكم 5 دقايق أو 7 دقايق بتكون في قلب منطقة الوزارات. ده كده هايبر 1، ودي المدينة الطبية زي ما حضراتكم شايفين. اللي اقصده طبعا من الفيديو ان المكان بسم الله ما شاء الله من 2-3 ما كانش فيه اي حاجه خالص. كانت الاسعار لسه 350 و400 الف جنيه. الناس ممكن ترجع للفيديوهات القديمه. النهارده بسم الله ما شاء الله مع اكتمال بعض الخدمات زي ما حضراتكم شايفين كده، الاسعار بدات تتحرك، وواحده واحده الفتره الجايه هنسمع اسعار تانية وتالتة ورابعه. يعني طول ما المكان لسه تحت الانشاء في فرصه لاستثماريه كويسه. ده كده طريق السويس قدام الهايبر على طول، ودي المدينة الطبية. بيننا وبين الطريق الدائري الإقليمي من هنا دقيقتين بالظبط بنكون على الطريق الدائري الإقليمي. دي المدينة الطبية المرحلة الأولى منها. زي ما قلت لحضراتكم المدينة الطبية مساحتها 127 فدان. هنا كده المنطقة التانية والتالتة والأولى، الثلاث مناطق الأولى والتانية والتالتة على طريق الروبيكي مباشرة. ده كده طريق الروبيكي، قصادنا المنطقة التانية. زي ما قلت لحضراتكم 3 مناطق موجودة على طريق الروبيكي، المنطقة الأولى والتانية اللي احنا ماشيين قصادها، والمنطقة التالتة. طريق الروبيكي طبعا هو الطريق الرابط بين طريق اسماعيلية الصحراوي جاي من عند المنطقة الصناعية التالتة في العاشر من رمضان لحد مدخل العاصمة الإدارية الجديدة، وظهرنا عند كوبري اللي احنا كنا واقفين عليه، وبيدخل جوه العاصمة الإدارية الجديدة لحد منطقة الوزارات. ده الشارع الفاصل بين المنطقة التانية والمنطقة التالتة زي ما حضراتكم شايفين. دي المنطقة التالتة على ايدينا اليمين، والمنطقة التانية على ايدينا الشمال. دي كده محطة وقود لسه تم جوه تم افتتاحها مفيش 2-3 زي ما حضراتكم شايفين. كل دي المنطقة التالتة. معلش الناس الفيديو طويل شوية، بس عشان الناس نوضح كل حاجة للناس والناس تشوف الدنيا على الطبيعة، لأن في زي ما قلت لحضراتكم فرصة استثمارية كبيرة في الحي المتميز
يعتبر اقرب الاحياء للعاصمه. الناس اللي عايزه تشتري في العاصمه ومش قادره، لأن طبعا سعر المتر السكن في العاصمه نص تشطيب 35,000 جنيه، والمتر السكن في العاصمه الاداريه متشطب بيبدا من 60,000 جنيه. دي المنطقه الثالثه زي ما حضراتكم شايفين برضو. ده الشارع اللي هو بيوصلنا لحد مول مصر من على طريق روبيكي، جاي من طريق روبيكي لحد مول مصر اللي احنا كنا بادئين الفيديو من عنده. على ايدينا اليمين دي منطقة شمال شرق، وعلى ايدينا الشمال المنطقة التالتة. ده كده الشارع الفاصل بين المنطقة التالتة والمنطقة التانية. المنطقة التالتة والمنطقة الرابعة، دي المنطقة الرابعة واللي قبلها المنطقة التالتة. وده الشارع الفاصل بين المنطقة الرابعة اللي على ايدينا اليمين والمنطقة التالتة على ايدينا الشمال. كل ده على ايدينا اليمين منطقة شمال شرق. ده شارع كبير تقريبا عرضه 100 متر او 80 متر. دي المنطقة الرابعة. طبعا المنطقة الرابعة فيها كومباوند الشرطة، وفيها اوج مول. كده على ايدينا الشمال كومباوند الشرطة. هم الفترة الأخيرة بدأوا يشدوا في الإنشاءات وبدأوا يشتغلوا كويس، يعني الفترة اللي جاية نشوف شغل كويس جدا في الكومباوند الشرطة. شايف النهارده في أعمال خرسانات شغالة، وفي أكتر من حاجة شغالين فيها مع بعض، بيشطبوا الواجهات بتاعة الفيلات، بيصبوا خرسانات جوه الكومباوند، وفي شغل كبير جدا جوه الكومباوند. إن شاء الله الفترة اللي جاية يعني يتم اكتمال الكومباوند على خير بإذن الله تعالى. ده كده كومباوند الشرطة على مساحة 33 فدان. هنا منطقة فيلات بدأوا يشطبوا في الواجهات بتاعتها. وده أوج مول على مساحة 8000 متر، بدأوا فيه شغل بالفعل، يعني بدأوا فيه شغل، يعني الأعمال الحفر والأوعاد العادية والكلام ده شغالين فيها من فترة قريبة خالص زي ما حضراتكم شايفين. ده كده آخر المنطقة الرابعة هو كومباوند الشرطة. ده الشارع الفاصل بين المنطقة الرابعة وبداية المنطقة الخامسة. اللي قدام حضراتكم العمارات دي كده المنطقة الخامسة زي ما حضراتكم شايفين. هنا في مول تجاري، وبرضه على ايدينا اليمين قدام المنطقة الخامسة الناحية دي هيكون في برضه أكتر من مول تجاري. يعني المنطقة اللي احنا موجودين فيها دي برضه هيكون فيها أكتر من مول. زي ما قلت لحضراتكم الحي بسم الله ما شاء الله مليان خدمات. مع اكتمال الخدمات الأسعار طبعا كل ما في حاجة جديدة بتتعمل في الحي في الأسعار بتزيد. فزي ما قلت لحضراتكم في فرصة كويسة جدا للاستثمار في الحي المتميز. كنا الأول الناس بتقسط على 5 سنين وعلى 4 سنين و3 سنين. النهاردة موضوع التقسيط بقى محدود جدا في الحي المتميز، يعني ممكن نقسط على سنة واحدة. لو في حاجة بتتباع تحت الإنشاء مثلا ممكن تقسط على سنة، يعني السعر بتاعها تقريبا بيكون في حدود زي ما قلت لحضراتكم. لو على شارع رئيسي الكاش بتاعها بيكون من 1,400,000 1,500,000. لو على شارع داخلي 1,100,000 1,150,000 1,250,000 في الرينج ده كده. دي كده الأرض الفاضية دي اللي هي الجامعة المخصصة للجامعة المصرية الإيطالية. يكون هنا في جامعة هنا في الأرض الفاضية اللي قدام حضراتكم دي كده. دي كانت جولة سريعة كده في الحي المتميز. يا رب الناس تكون استفادت، وهسيب رقم تليفوني لو حد عايز يتواصل معايا. ان شاء الله تعالى هسيب رقم التليفون على الشاشة.